دربا لا تضيق به الحياة، وقلبا لا يزول منه الأمل. اللهم ازرع في قلبي راحة دائمة وأمل لا يخيب. اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ام سناء من قناة بيتك اجمل، وراجعه لكم بيوم جديد وفيديو جديد نبدأ فيه بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي الغاليين عاملين ايه؟ صباح الخير عليكم وصباح الهنا والسعادة. صباح التفاؤل والأمان الحلوة، وصباح النشاط والطاقة الإيجابية على أحلى أخوات في الدنيا كلها. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا والله من الفيديو اللي فات. النهارده بقى ان شاء الله هنتشجع مع بعض كده، عندنا روتين قوي جدا، عندنا تفاصيل كتير، عندنا شغل كتير جدا هيشجعك ويحمسك معايا كده ويخليكي تقومي تلاقي بيتك كله وتخليه زي الفل وتخليه جنة ان شاء الله. تنظيفات قويه ونصايح مهمه جدا، وكمان هدردش معاكم في موضوع مهم، وهو ازاي نتخلص من الشخصيات السامه في حياتنا، الناس اللي بتاثر علينا بطريقه سلبيه. تمام، يلا بقى نشوف تفاصيل الفيديو بتاعنا. وما تنسينيش بقى بلايك وكومنت حلو منك، تقولي رايك في الفيديو، ولو انت اول مره بتشوفيني خدي جوله في القناه، ولو عجبتك القناه شرفيني باشتراكك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده يا بنات، انا عندي الحفاظات دي غسلاها من امبارح وسبتها تتصفى تمام تمام كده. قلت ايه اول حاجه ايه ابدا بيها اليوم الصبح، ان انا انشرها عشان تلحق ايه تنشف معايا، لاني انا هلمها وهنشر غسيل تاني، فاهميني؟ هنشر بقى فرش الانتريه لسه هنغسله مع بعض النهارده، يعني محتاجه الحبال في اول باول كده انشر والم الغسيل عشان انشر غيره. تمام، افكركم كده عملنا ايه الفيديو اللي فات؟ غسلنا الستاير كلها والمفروشات. تمام. ده كده شكل الصاله يا بنات. طبعا انا شلت الفرش كله زي ما انتم شايفين بقى. الحافظه دي انا ما غسلتهاش لان انا كنت حاطه عليها حافظه تانية خفيفه. انا بتعامل مع الحافظه الكبيره دي متر متطبقه دي على انها سجاده، تمام، فكنت حاطه عليها حافظه خفيفه كده. ده شكل الصاله كده. يعني برضو انا على قد ما انا مثلا بشيل واغسل وكده ما بحبش اكركب الدنيا يا بنات، يعني برضو الدنيا ايه تعرفي تقعدي فيها. تمام. اول حاجه بقى عملتها لميت الفرش الانتريه كده عشان نشغل الغساله. الغسيل لما تبداي فيه بدري بتنجزي وتخلصي بدري. دي كده ده البرقع بتاع الستار. انا شلت الستار اللي هي البيضه الشيفون دي يا بنات، غسلتها معاكم الفيديو اللي فات، فانا مش هشيل البرقع يا بنات عشان هو لسه نضيف يعني. هشيل بس فرش الانتريه كده، يعني طبعا استعملنا كتير وقعدنا كله عليه. شغلت بقى الغساله كده عليه على طول. تمام. وخدت طبعا في اول حطه كده حطيت ايه فوط وحاجات فواتح كده. تعالوا بقى نشوف اوضه عبد الرحمن بقى اللي هي عامله لنا قلق دي كده، وكنا ايه الفيديو اللي فات عملناها وضيرنا السرير ونضفنا تحت السرير وايه وغيرنا النظام. عايزه اقول لكم برده ان النظام ده مش مريحني، مش عارفه ليه انا مش مرتاحه ومش لاقيه حل تاني غير كده. طبعا الاول انا عايزه اشكر كل اخواتي وحبايبي ومتابعيني على كل تعليقاتكم في الفيديو اللي فات. تسلموا لي، ما تحرمش منكم ابدا، وبشكركم على اهتمامكم وتعليقاتكم بخصوص موضوع الفار اللي انا اتكلمت فيه. طبعا كل حد اتكلم ورد وبعت لي تعليق، يعني مشكور جدا على اهتمامه. هقول لكم يا بنات الفار ايه اللي حصل يعني، ولاني عايزاكم برضو في موضوع مهم بخصوص الفار كده هاخد رايكم في حاجه يعني. المهم دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ بننفض بقى الاوضه يا بنات. احنا كنا ضيرنا ونضفنا تحت السرير وكده. المهم بقى دلوقتي انا ايه بزعف كده الشبابيك يعني، وهننفض كده تنظيفه حلوه كده. والاخت اللي قالت لي برضو على موضوع التلاجة مكانها بره في الطرقه كده او قدام باب الاوضه غلط، والله انا حاولت مش لاقيه مكان تاني غير كده، يعني انا مش عارفه احطها فين. قلت ادخلها الاوضه تاني مش هينفع، المكان اصلا فيه الترابيزه والكرسي والتربو دول برضو مع الوقت هيتشالوا من مكانهم، لان انا هحط مكانهم مثلا لو عملنا المطبخ الالموتين عارفين طبعا بياخد مساحه قد ايه، يعني عايز مكان فاضي. لما اجيب الغساله الحاجات دي بتاخد مساحه كبيره يا بنات، وانا تعبت من الشيل والحط، مش قادره كل شويه اشيل التلاجه من مكانها، اشيل السرير. انا يعني كل شهرين بغير نظام الاوضه عشان احط الحاجات، فاهماني؟ فانا هسيب المكان ده فاضي بحيث ان انا مقدور عليها الترابيزه والكرسي يتشالوا يحطوا في اي حته بره، ويبقى احط الحاجه هنا كده. فانا مضطره ان انا احط التلاجة بره في الطرقه قدام باب الاوضه كده لغايه ما يعني ان شاء الله ربنا يكرم سناء كده باذن الله ويتمم لها على خير كده ونفرح بيها هي وكل البنات يا رب. دلوقتي يا بنات كده انا بدات بالاوضه دي اروقها ونفضها كده ونلمعها ونخليها زي الفل، وهاخد اوضه اوضه كده، يعني انا ماشيه معاكم اوضه اوضه وبعدين نطلع على الصاله. تمام، ان شاء الله ننضف كله النهارده تنظيفات قويه جدا، يعني تنظيفات الشتاء اللي هتنضفيها ومش هتعملي تنظيفات تانية الا على رمضان بقى ان شاء الله باذن الله. تمام، فركزي بقى معايا كده عشان تتشجعي معايا وتشوفي الخطوات اللي انا ماشيه عليها، هتسهل عليكي كتير قوي لما تبداي التنظيفات. وتعالوا اقول لكم بقى عملت ايه في الفار يا بنات. عايزه اقول لكم يعني في اخت قالت لي هاتي له سم، هو سم الفران احسن حاجه فعلا، والله يا حبيبتي عندك حق فعلا، بس عايزه اقول لك ان هو لو كل السم وجري استخبى في اي مكان ومات مكانه، انا مش عارفه هو مكانه فين الا لما يطلع ليه ريحه.
وانا بالنسبه لي ممكن يجرى لي حاجه، فاهماني؟ انا مش بستحمل اي ريحه وحشه خالص. انا اصلا عندي التهابات في الجيوب الانفيه، التهابات مزمنه دي وراثيه، يعني طول الصيف شتاء. وعندي حساسيه على صدري من اي تراب، من اي ريحه وحشه، ما بستحملش ريحه حتى قليه البطاطس، ريحه البرفانات. فانا بالنسبه لي انا ممكن اعزل من الشقه كلها بجد والله، يعني كون ان انا الفار يقعد لما يموت ويعمل ريحه، بالنسبه لي هكره البيت كله. هو حل حلو بس هيضرني انا نفسيا، فاهماني؟ في اخت تانية برضو قالت لي القطه، لو عندك حد من قرايبك عنده قطه هاتيها وهي هتخلصك منه. انا برضو ما بستحملش اي حيوانات في البيت تماما. بصي عايزه اقول حتى العصافير مش بستحمل اي حاجه في البيت زي كده، تمام؟ يعني عندي حساسيه من الحاجات دي، يعني دي حاجه نفسيه بقى. فانا بحاول اشوف حل تاني طبعا. يعني حضراتكم كلكم مشكورين على اهتمامكم وعلى ردكم عليا. المهم يا بنات، اقول لكم بس انا بعمل ايه الاول، وبعدين احكي لكم اللي حصل بالنسبه للفار. يعني خلصنا بقى الاوضه، نفضنا وكنسنا وزعفنا كده ومسحنا، تمام زي الفل. بدات بقى ان انا المع البخاخه دي يا بنات. انا بصوا دي عندي بمشي بيها في الشقه كلها. البخاخه دي فيها ايه يا بنات؟ مكوناتها ايه يعني؟ دي بحطها ميه على مثلا نص مج كده خل، وشويه صابون سائل من بتاع المواعين، تمام؟ بيبقى تحفه. الخل جميل جدا، بينظف وبيعقم وبيلمع معاكي الحاجه. بلمع بيها كل حاجه بقى، الخشب كله، بيبان الاوض مثلا، كل حاجه ما شاء الله. انت هتشوفي معايا الفرق دلوقتي، نظافه ولمعان كده ما شاء الله، اللهم بارك. تمام كده عملنا الاوضه كلها بقى يا بنات. لمعت كل حاجه في الاوضه، الباب والكومودينو والسرير وكل حاجه كده، عشان تبقى واقفه معانا على الفرش بس. يعني يبقى فاضل معانا الستاره تتعلق، وافرش السرير وافرش السجاده، تمام؟ اقول لك بقى الفار بقى ايه اللي حصل فيه. بص يا بنات، انا المصيده فضلت احطها زي ما هي، وحطيت فيها لانشون وكنت دايما بحطها في الارض. فجت سناء قالت لي يا ماما خليها على المطبخ من فوق، لان هو مش بيمشي على الارض، هو بيخاف يظهر على الارض، فبيمشي على الرخامه من فوق واحنا نايمين بالليل. ليه عرفنا من ايه يا بنات؟ لانه كل الزرع اللي انا حطاه على الرخامه من فوق. المهم كلنا نمنا خلاص، وانا كان عندي شويه غسيل كده قلت اطبقهم قبل ما انام. و... وسمعت بقى وانا قاعده بطبق الغسيل كده ان المصيده عملت تكه كده، يعني صوت كده. رحت ابص عليه، لقيت ايه؟ الفار دخل جوه المصيده. طبعا ما صدقتش نفسي طبعا. يعني المهم ان هو فار مش كبير، يعني هو مش ضخم، يعني صغنون كده. المهم دخل جوه المصيده، فطبعا عمال يتنطط بقى مش عارف يخرج. رحت صحيت ابو سناء، قلت له ايه؟ لو معلش لو تنزل كده يعني خطوتين كده في جنينه قدام البيت، يعني قدام العماره تحت، ارميه في الجنينه كده يعني. فقال لي لا مش هينفع نعمل كده، عشان كده يبقى ايه؟ هيأذيكي تاني ويأذي غيرك، فلازم نموته، يعني نفطسه في ميه او حاجه. طبعا انا ما كنتش عايزه الخطوه دي، مستحرمه بصراحه ان انا اموته بالطريقه دي. المهم هو قال لي سيبيه الصبح لما اقوم اتصرف معاه. دلوقتي بقيت خلصت الاوضه خالص اهوت، ولمعتها تمام، وغطيت بقى الجهاز بتاع سناء كده بالستاير، بحيث ان ميبقاش باين يعني ايه اللي موجود هنا، تمام؟ وطبعا رحت طلعت الغسيل اللي في الغساله كله، اللي هو فرش الانتريه، وحطيت بقى ميه نظيفه عشان اشرب في الغساله. انا المره دي هشرب في الغساله دي، مش في الغساله الاوتوماتيك. المهم يا بنات بقى تعالوا اقول لكم اللي حصل بعد ما دخل المصيده. لما بسرعه قال لي كده سيبيه الصبح، انا رحت ببص عليه تاني، لقيته عمال محتار كده، عمال ايه مش عارف يخرج برضه. المهم بلف كده يا بنات عشان اخرج، اتخيلت بحركه كده ايه بره المصيده، ببص عليه ايه بره المصيده، طلع من المصيده وجري نزل ورا المطبخ. انتوا متخيلين؟ لا سمعت صوت مثلا ولا انه فتح الباب. اصلا المصاده صعبه جدا انه يفتح الباب وهو صغير، بس مش صغير لدرجه ان هو يخرج من الفواصل دي، ما يقدرش يخرج. هوريك المصاده دلوقتي واصورها لك وهقول لك اللي حصل بالظبط. المهم دلوقتي يا بنات احنا دخلنا الاوضه الثانيه، دي اوضه النوم. طبعا انا مش بصورها معاكم، بس انا عايزه اوريكم ترتيبات الدولاب كده، عشان في ناس كتير بتسالني على ترتيب الدولاب، وان هم دايما عندهم مشكله في تنظيم الدولاب، دايما مكركب معاهم. تعالوا نشوف كده. بصوا كده كده اصلا الدولاب عندي متنظم زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. انا المفروض ان انت ما تبداي تنظيفات بتبداي بالدواخل. انا كنت مرتبه الدولاب يعني الحمد لله ما شاء الله. فاضل بس الضرفتين اللي هم الاخرانيين دول، اللي هم كان فيهم بقى الستاير وفرش الانتريه والفرش القديم على الفرش الجديد. تمام. هنبدا بقى ان احنا نروقهم مع بعض كده. بس اول حاجه بصي الهدوم اللي انا مطبقاها دي، او الغسيل اللي مطبق ده كله كده، المفروشات اللي انا هفرشها بخليها بره كده يا بنات، عشان لما اجي افرش ما اقعدش ادور عليها، فاهماني؟ خلاص انا عارفه انا هفرش ستاير ايه بكل اوضه، هفرش الانتريه ايه، هعمل ايه. بجمع كل حاجتي اللي انا هفرشها لوحديها بره، مش بحطها في وسط الدولاب، عشان حتى لما اجي اخد من الدولاب ما بهدلش الدولاب، يبقى كل اللي انا هفرشه محطوط بره على السرير كده. طبعا انا لما اخلص الدولاب يعني وهرتب كله، هحطهم في الاماكن الفاضيه في الدولاب كده عشان اسحبهم بكل سهوله. تعالي بقى اوريكي دلوقتي انا جبت ايه مشتريات جديده يا بنات. دي ستاير جديده انا جايباها، هحطها مع الفرش الانتريه اللي انا ايه بغسله دلوقتي، اللي هو كشمير مع الرصاصي ده.
ليه؟ انا كنت حاطه ستاير كلها شيفون بيضه كده، عايزه اقول لك ما بتستحملش من التراب. وعندي ابو سناء بيدخن يعني بيشرب سجاير، فطبعا دخان السجاير بيسمر الستاير مجرد 3 4 ايام. فبصراحه انا يعني تعبت من كل شويه اشيلها واغسلها، فانا حبيت ان انا احط ستاير من اللي هي التقيله دي اللي هي القطيفه دي. بس يعني ايه، جبت ستاير كده بسيطه لان برضو فرش الانتريه على قده يعني، فاهماني، هو قديم عندي. بس انا مش بحب ارمي حاجه، يعني انا بغير في الفرش اللي عندي. فما رحتش جبت ستاير من غاليه قوي. الستاير دي يا بنات الستاره عامله 115. دلوقتي انا بوريكي الستاير بتاعتي القديمه اللي عندي اللي هي القطيفه التقيله دي. بصي بوريكي الفرق بين دي وبين دي اهي اللي في ايدي دلوقتي. دي الستاير اللي عندي القديمه اللي كنت جايباها على العيد اللي فات. الستاير دي يا بنات الستاره الواحده منها عامله 280 جنيه، غير دي اللي في ايدي دلوقتي دي عامله 115 جنيه. ومقاسها كبير يا بنات برضو، والله مقاسها حلو يعني ما شاء الله، فحلوه يعني سعرها جميل جدا، فقلت يعني تقضي الغرض كده. جبت ايه كمان يا بنات؟ جبت الفازات دي. بصوا كده جبت 2، واحده على لون كشمير كده وواحده على كافيه. يعني هحط برضو واحده ناحيه الانتريه وواحده تانية من ناحيه الركنه اللي هي الكافيه دي، او تحسيها رصاصي كده برضو. هي الدرجه يعني مش معروفه قوي، بس هي ما شاء الله جميله. الفازه دي يا بنات ب 17 ونص. طبعا تحسيها عامله زي البورسلين كده، بس هي مش بورسلين يا بنات، هي نوعها بلاستيك او حاجه زي الاكليريك كده، يعني خامه او بلاستيك مقوى زي ما بيقول. بس ما شاء الله خامتها جميله جدا يعني. وتهيأ كمان ان دي عمليه عن الفازات اللي هي البورسلين اللي بتتكسر، دي عمليه مهما تقع مش هيحصل لها حاجه. وشكلها شيك جدا زي ما انت شايفه. جبت ايه كمان يا بنات؟ جبت مشايات للمطبخ. طبعا كنت جايبه معاكم مشايات قبل كده، يعني انا ما فرشتهاش لسه يعني انتوا شفتهاش، ما انا فرشاها في المطبخ يعني، كانت جميله جدا اللي هي بديل السجاد دي. بس مشايات صغيره على قد المطبخ كده. بصراحه انا قلت اشيلها للعيد، يعني بصراحه شايفاها جميله جدا وشكلها شيك، فقلت اشيلها للعيد. وجبت المشايات دي لان انا عندي المطبخ فيه هرك كتير، فاهميني، كل يوم لازم اقف في المطبخ وبعمل اكل، يعني مش بعمل اكل يقعد معايا يومين مثلا، فطول الوقت فيه هرك في المطبخ وفيه بهدله. فجبت المشايات دي برضو نازله عند ماهر. عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها من عند ماهر، يعني الستاير والفازات والمشايات دي يا بنات من عند ماهر. المشايه من دول ما شاء الله مقاسها كبير، متر ونص في 70 باين او في 80. هي ما شاء الله يعني مقاسها كبير وعامله 55 جنيه. جبت الاتنين ب110 يا بنات. طبعا سعرهم يعني ولا في الاحلام، يعني ما شاء الله. هي خامتها يا بنات عامله زي خامه الكليم بتاع زمان كده. واللي عجبني فيها ان هي يعني فرش وغسيل على طول، يعني اغسلها مثلا احطها في الغساله مش هتاخد حاجه وتبقى زي الفل، بتنضف بسرعه وخامتها ايه سهله في التنظيف كده. ودي كده كانت مشتريات يا بنات. تعالوا بقى نشوف بقى ايه هنروق الظرف اللي تحت دي ازاي. الكرتونه دي يا بنات بتاعت فرش الانتريه اللي هو القطيفه اللي انا شايلاه، اللي هو ايه بحطه في المناسبات يعني. طقم كده كامل مع بعضه، حافظات او بديل سجاد يعني، مع ستاير مع فرش انتريه. المهم الكرتونه كنت انا حاطه فيها فرش انتريه تاني قديمه عندي كده يعني. ولما غسلت الفرش الانتريه اللي هو بتاع الكرتونه دي انا ما حطيتهوش فيها لسه، كنت حاطاه في الدولاب زي ما انتم شايفين دلوقتي. هبدا بقى ان انا ايه اطبقه تطبيقه حلوه كده واحطه في الكرتونه بتاعته، عشان ان شاء الله باذن الله ان عشنا وكان لنا عمر نفرشهم على العيد باذن الله. انا مش هفرشهم قبل العيد. فهشيل الطقم كله بقى يا بنات، فرش الانتريه مع الستاير بتاعته برضو اللي هي الرصاص اللي وريتها لك دلوقتي دي، اللي هي القديمه يعني مش اللي لسه جايباها. المهم وعندي بديل السجاد والله ما غسلتهم يا بنات، شايلاهم من بدري وشايلهم زي ما هم ما اتغسلوش. ان شاء الله نغسلهم قريب يعني مع بعض كده قبل الجو ما يسقع. الفل ده يا بنات اللي هو ايه بتحطيه كده بين الشلته وبين المسند عشان الانتريه ما يتزحلقش، او الفرش يعني الكسوه ما تتزحلقش. خلاص بقى شلتهم كده في الكرتونه بتاعتهم يا بنات. وهبدا بقى اطبق الفرش التاني اللي فاضل معايا والستاير اهي. دي الستاير اللي بقولك عليها يعني، دول طقم مع بعض كده يا بنات، فرش الانتريه اللي في الكرتونه مع الستاير دي. تمام، هخلصهم كلهم بقى واحطهم في الضرفه. وتعالى اقول لك بقى الموضوع اللي هنتكلم فيه، وهو ازاي نتخلص من الشخصيات السامه في حياتنا. بصي يا بنات، احنا يعني كلنا بنمر بالمواقف دي. كلنا عندنا ناس في حياتنا كده كل همها تخرب حياتنا، او كل همها ان هي تضايقنا. ما تعرفيش هم مرضى نفسيين، ما تعرفيش هم عندهم نقص في حاجه، فتحس ان هم بيعوضوها بان هم يعني يضروا اللي قدامهم. ربنا يشفيهم، ربنا يشفيهم ويصلح حالهم. المهم بقى انا اتخلص من الناس دي ازاي عشان ما تاثرش على حياتي وتدمر نفسيتي. بس الاول كده انا عندي كسوه الانتريه اللي هي النبيتي دي، والكسوه التانية اللي هي كافيه كده او ذهبي مشجر كده. كل حاجه ليها ستاير برضو. حطيت برضو ايه يعني الكسوه النبيتي الناحيه دي والتانية الناحيه التانية، وحطيت في النص ستاير فوق بعضيها، ستاير بتاعه النبيتي وستاير بتاعه الكسوه التانية، يعني كده كل طقم معاه ستاير بتاعته. دي المشايه بتاعه المطبخ اللي قلت لك عليها الجديده اللي انا جايباها وما فرشتهاش لسه. هشيلها العيد برضو يا بنات يعني ان شاء الله باذن الله. وتعالي بقى اقول لك على كفر المرتبه ده. بص الكفر بتاع المرتبه اللي هي التاكل اللي هي بتاعت السرير الكبير اللي هي من جوه يعني زي الفوطه كده يا بنات.
عايز اقولك على نقطه كده، الاستيك بتاعها كان يعني ايه باظ كده ومتمط كده زياده عن اللزوم ومبقاش ليه لازمه، يعني بقت ايه الاستيك باظ بتاعها. رحت عندك كده بقى يا بنات بالاستيك اللي هو بتاع البناطيل المبروم ده، الاستيك اللي هو المبروم ده اللي بنحطه في البناطيل. هي بيبقى فيها بصي مجرى كده انك انت تدككي فيها الاستيك عادي، وشديد الاستيك كويس كده بقى ما شاء الله الكفر حاكم المرتبه وكويس يعني. فلو حصل معاكي المشكله دي عادي مفيش اي مشاكل، دككي الاستيك عادي. نقطه تانية عايز اقولك عليها، لو عندك كفر زي ده اوعي تغسليه في الغساله الاوتوماتيك. بصي عامل ازاي، من الناحيه التانية فوطه عادي خالص مفيش اي مشاكل، ومن الناحيه الظهر بتاعه المشمع اللي فيه اتقطع وفك منه، اللي اتقطع من الغساله، يعني ده تغسليه على ايدك عشان يفضل مشمع سليم ما يتقطعش منه. هو كده الكفر شغال برده يا بنات، يعني بيحمي المرتبه برده من اي بقعه من اي حاجه. بس لو بقع ميه او شاي او عصير او اي حاجه زي كده اتدرت على المرتبه هتعلم في المرتبه، لان الكفر خلاص مفيش مشمع، فاي حاجه هتسرب على طول على المرتبه. وتعالوا بقى نشوف كده روقت الظرف كلها كده يا بنات. الضرفه اللي تحت كانت مكركبه شويه، هي الضرفه دي بتاعه الدفايات اللي بنفرشها على السرير يا بنات. انا مطلعه منهم 4 كده حطاهم على 4 سراير، عشان لسه الجو برده مش ساقع قوي، يعني مش هنستحمل البطاطين. فالدفايات في الوقت ده حلوه يعني بتدفي وكويسه، ان نيجي على الفجر كده الجو بيسقع شويه. تمام خلصت الدولاب كله ايه زي ما انت شفتي معايا، ورحت على الادراج بقى يا بنات ايه روقتها برده زي ما انت شايفه، درج الطرح والخميره والنقابه والحاجات دي ماشي. وخدت برده الدرج بتاع الشرابات بتاع ابو سناء. المهم يا بنات الخطوات اللي تمشي عليها عشان يفضل دولابك على طول مترتب ونضيف. اي هدوم ملهاش لازمه عندك في الدولاب تتخلصي منها. بالنسبه للملايات تنظمي كل حاجه لوحدها، يعني الفوط لوحدها، الملايات لوحدها، الدفات لوحدها، الكوفرتات لوحدها. حاولي برضو تنظمي بالنسبه للهدوم، يعني هدومك انت الشخصيه او هدوم بناتك او اولادك او كده، برضو كل حاجه لوحدها بيبقى سهل في الاستعمال، وتفضل الحاجه مترتبه كويس وقت كبير. فاهمين؟ طول ما انت ايدك في الحاجه على طول بتنظمي هيفضل الدولاب مترتب. وكده يكون خلصنا اوضه النوم يا بنات، وهلم بقى الفرش ده اللي انا هفرشه واحطه كده في الدولاب على الحرف كده عشان اسحب منه. ودخلت بقى كده لميت الحافظات كلها اللي كانت منشوره، ونشرت فرش الانتريه يا بنات عشان برضو يلحق ينشف معايا. يبقى احنا كده خلصنا اوضتين، واوضه البنات هم عملوها، انا مش بصورها معاكم دايما لان هم البنات اللي بيعملوها. تمام. فاضل بقى معانا البلكونه والصاله. والبلكونه بقى وما اجراكم ما البلكونه، بصوا التراب، بصوا الكراسي مليانه تراب ازاي. عايزه اقول لكم يعني الفتره دي كلها تراب، الجو معفر جدا وكل حاجه اتبهدلت معايا. فنشيل بقى الكراسي دي ادخلها على الحمام كده تتغسل، مش هينفع انها تتمسح او تتلمع كده، ادخلها على الحمام على طول. وهبدا بقى ان انا انفض البلكونه كده. ويلا نكمل كلامنا يا بنات ونشوف هنتخلص ازاي من الشخصيات السامه. يعني ايه اصلا شخصيات سامه؟ الناس اللي هي دايما بتنتقدك، اللي دايما بتدخل في حياتك وبتطفل عليكي وعلى اولادك. الناس اللي دايما يعني تنصحك بنصايح عكسيه، يعني مثلا حاجه فيها خير ليكي تقول لك لا اوعي تعملي كده، ده غلط طبعا او مش هينفع معاكي او الحاجه دي هتاذيكي، وممكن تروحي هي تعملها. انت فاهماني؟ الناس اللي هي بتراقبك من بعيد لبعيد، بتستكتر عليكي كل حاجه حلوه، بتستكتر عليكي الفرحه، الضحكه، الخير. عايزه اقولك ان في ناس بتستكتر عليكي قوه تحملك، اقسم بالله العظيم في ناس بتستكتر عليكي صبرك وتحملك على الحياه، تقولك ده شايله، ده مستحمله، ده كتير كتير قوي الناس دي في حياتنا. هرجع واقولك في الاول وفي الاخر العيب او الغلط فينا احنا اللي بنسمح الناس دي تتدخل في حياتنا، ان احنا بنعرفهم حاجه عننا. يعني ما تدخليش حد في حياتك خالص، انت خلي حياتك كل اللي يخصك في حياتك في الدنيا كلها، اولادك وزوجك واخواتك مامتك وباباكي، دول اغلى حاجه عندك. تمام. وعايز اقولك برضو في حدود، يعني في حدود في حياتك برضو، مش كل الناس تعرف كل حاجه عنك، مش كل الناس بتتمنى لك الخير. يعني لو انت هتعملي اي خطوه في حياتك ما تحكيش لحد عليها، ما تعرفيش لحد خطواتك ايه، داخله جمعيه هتقبضيها، في نيتك هتعملي كذا، عايزه تشتري كذا، عايزه تجددي في بيتك كذا، اي حاجه ان كانت. عايزه اقولك حتى دراسه اولادك ما تقوليش عليها، ما تقوليش انت ناويه تعملي ايه في دراسه اولادك، هتدخلي ابنك كليه ايه، هتدخلي بنتك ثانوي ايه. الحاجات دي كلها والله بتتنزل وخدها عن تجربه. انا عايزه اقول لكم تجربتي، انا لحد دلوقتي في ناس مش سايباني في حالي والله العظيم يا بنات. يا بنات انا يعني انا لما بغيب عليكم كده اللي بيحصل في بيتي دوت مش عادي، مش سهل. يعني موضوع الفار دوت انا عارفه ان ممكن الفار ده حاجه طبيعيه موجوده في بيوت كتير، بس انه يخرج من المصيده بالطريقه دي ده مش حاجه طبيعيه. عايزه اقول لك ان في نفس اليوم لقيت في برص في الصاله. عايزه اقول لكم برضو ان المطبخ اتملى نمل، النمل الكبير، عارفين انتوا النمل الكبير اللي هو يعني نمليه كبيره جدا. انا دخلت كده الحوض زي الفل ومغسول وبيشغي نمل. انتوا متخيلين يا بنات النمل اللي ملا المطبخ ازاي؟ لا وخرج كمان في الصاله ودخل على الاوض، انا لقيت في الدولاب نمل، انتوا متخيلين؟ المهم بس دلوقتي انا خلصت البلكونه كده يا بنات، بقت زي الفل اهي، زعفتها ولمعتها تمام كده. ندخل بقى على المطبخ. بصوا بقى يا بنات، هي المصيده اهي اللي قلت لكم عليها، طبعا كلكم عارفينها، يعني هي مش غريبه، هي زي اي مصيده عادي. استنى ما كانتش معموله حلو.
المهم بس اول اوريكم، بصوا كل الزرع اللي انا حاطاه في المطبخ، كل ورق الزرع اللي زي كده كان بياكل فيه. عايزه اقول لكم ان انا يعني انا قرفت من المطبخ خالص بصراحه. يعني انا بقيت ماسكه كده، يعني البخاخه فيها كلور وفيها صابون مواعين، وعماله ابص واعقم كل حاجه. المهم ما علينا يعني. ان شاء الله لما نخلص الشقه كده هعمل بقى المطبخ الفيديو اللي جاي، يعني هعقمه كله كله، لان انا بصراحه يعني انا نفسيتي تعبانه بسبب المطبخ، لانه اكتر وقت متواجد فيه بيبقى موجود في المطبخ. تمام. المهم يا بنات، دي المصيده اللي انتوا عارفينها، موجوده في اي بيت عادي يعني. تمام. انا حطيت له لانشون كده، وبصوا هي كانت اتجاهها كده. تمام. انا كنت جوه في الاوضه عادي، انا بطبق غسيل، وبعدين ببص لقيت سمعت صوت المصيده كده، ايه عمل صوت يعني كده. جيت لقيته فعلا دخل المصيده مثلا زي مثلا كده مثلا جوه بقى، عمال يتنطط كده ويروح ويجي مش عارف يطلع. تمام. المهم رحت قلت لابو سناء، كانت حوالي الساعه 1 بالليل، صحيته وقلت له. راح قال لي خلاص سيبيه للصبح. قلت له لا، حاول يعني تنزل تنزله الشارع حتى يروح بعيد. انا يعني مش عايزه اموته، مش عايزه ان انا ايه يفضل في المصيده واحطه في جردل فيه ميه، او يعني نفطسه في الميه كده. انا بصراحه يعني مستحرمه يعني، فقلت اني سيبه في الشارع في جنينه ولا في اي حاجه يعني. المهم قال لي سيبيه للصبح. تمام. انا رجعت ابص عليه، لقيته عمال يتنطط زي ما هو. والله العظيم يا بنات ده حصل، بيتنطط زي ما هو كده ومش عارف يخرج ازاي. انا بس لفيت وشي كده، لفيت عشان اخرج، وانا بلف وشي كده اتخيلت بحاجه بتتحرك بره. ببص لقيته بره المصيده. والله لا سمعت صوت المصيده، ولا مثلا ان هيخرج منين، هيخرج منين. يعني حتى الباب صعب 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 انك انت تشديه. بصي يعني عايز قوه جامده. يعني انا عشان اشده كده، عشان بصوا مش سهل يعني. اهو بصوا يعني حتى نطرته جامده يعني اهو، عشان تعمليه كده. المهم يعني الباب صعب انه يفتحه، وهو اصلا فار صغنن مش كبير. يعني انا مش عارفه خرج ازاي. حتى ما شفتش دي اتحركت، انا ما سمعتش صوت المصيده. بصوا طبعا انا بعد ما يعني هخلص تصوير هغسل ايدي طبعا. المهم بصي الفراغات دي ضيقه جدا، ما تخرجش اي حاجه. وهو صغير بس يعني مش ضخم، بس ما يخرجش من هنا. المهم انا لقيته بقى ايه بره المصيده كده، وراح جري نزل تحت المطبخ تاني. انا من ساعتها ما شفتلوش اثر تاني من ساعتها. ما اعرفش بقى هو طلع يعني او ايه اللي حصل، انا مش عارفه. بس يعني ده طبيعي ان الفار يدخل المصيده ويخرج تاني. يعني انا من ساعتها عندي ذهول، وعايزه اقول لكم نفسيتي تعبانه يعني. عايزه حد يفسر لي اللي بيحصل ده. لو حد عنده تفسير يا بنات يقول لي، او حد حصل معاه الموقف ده يقول لي، لان انا حاسه ان في حاجه مش طبيعيه. يلا بقى هشيلها من هنا كده، واحطها في بلكونه المطبخ كده في الارض. تمام. اشوف هعمل ايه واروح بقى اغسل ايدي كويس واعقم المكان ده كده يا بنات، وبعدين نعمل بقى الغدا بتاعنا. وهنعمل النهارده يا بنات صينيه بطاطس بالاجنحه. الاجنحه دي انا كنت غسلاها وشايلاها في الفريزر في التقسيمات الشرايح اللي كنت جايباها معاكم. كنت جايبه فراخ ومقسماها يعني. تمام. طلعتها بقى من الفريزر كده عشان تفك معايا، وبرده هي فيها الليمونه بتاعتها كده. هغسلها غسله حلوه تاني برده، وبعدين سبتها تتصفى خالص في مصفى كده. وجهزت برده بطاطس، قشرتها وخرطتها كده حلقات. ونبدا بقى ان احنا نجهز الصينيه بتاعتنا. اول حاجه كده معلقه سمنه على شويه زيت. تمام. وبنزل اول حاجه بالفراخ. تمام. مش بنزل ببطاطس الاول يا بنات، بنزل بالفراخ الاول بالاجنحه يعني. نرصها رص كده. بنحط عليها توابل ايه بقى، شويه كاري حلوين جدا مع الفراخ، شويه فلفل اسمر، شويه سبع بهارات. تمام. شويه ملح. شويه كزبره ناشفه تبقى حلوه جدا مع البطاطس. ونحط بقى شويه نقطع بصلتين كده حلوين حلقات برضو. ونشوح كل الكلام ده كله مع بعض يا بنات. انا بس يعني بقول لك كده بسرعه سريع سريع عشان نكمل موضوعنا. وبعد ما نشوحهم مع بعض بالبصل والتوابل، بننزل عليهم بالبطاطس برضو، نقلب تقليبه، وبعدين ننزل عليهم بالطماطم، نظبط الملح بتاعها ونسيبها لما تستوي. وهنعمل جنبيهم شويه رز بشعريه كده سريع سريع. تمام. تعالى بقى نكمل موضوعنا عن الشخصيات السامه. وبقول لكم بقى يا بنات، النمل يعمل كل حاجه في البيت. النمل الكبير ده مش النمل الصغنن ده. يعني في حال ما احنا الجو خلاص بدأ يسقع، نمل ازاي يعني. المهم طبعا ده كله مش طبيعي. يعني عايزه اقولك ان لما الاقي برص في الصاله، انا بتهيالي بنات محدش بينظف قدي. والله العظيم انتم متابعين معايا وعارفين انا مش بقعد خالص. البيت واخد كل حياتي. انا واحده بتعافى بنظافه بيتي. انا نفسيتي بترتاح بنظافه بيتي. اهم حاجه عندي في المقام الاول تنظيم وترتيب بيتي ونظافه بيتي والراحه النفسيه والهدوء والاستقرار في بيتي. ده اهم حاجه عندي. ما يشغلنيش حاجه تانية في الدنيا. يعني انا مش من الناس مثلا اللي لو جبت طقم حلو كده يرفع من معنوياتي، ولا اكله حلوه تفرق في نفسيتي، ولا خروجه حلوه. الخروج حلو وكل حاجه، بس ما اعرفش اخرج ورايا حاجه في البيت.
فنظافه بيتي دي هي بصوا بتعافى بيها، نفسيتي بترتاح لما يكون بيتي نظيف. فلما الاقي يحصل معايا كده ده طبيعي. بالله عليكم انا مش ببطل تنظيف خالص في البيت. ما ينفعش يبقى عندي ركن مش عارفه الركن ده فيه ايه. ما ينفعش يبقى عندي ضرفه مكركبه ما اعرفش فيها ايه. ايدي في الحاجه كلها من الاول للاخر، طول الوقت عندي انا ترتيب وتنظيف في البيت. فمش بيتي اللي يبقى فيه الحاجات دي. طب دي طبيعيه؟ عايزه اقول لكم ان يعني انا الحاجات بتحصل معايا غريبه يعني، وده اللي بيخليني اغيب عنكم في تنزيل الفيديوهات. انا الاسبوع اللي فات ده كله لما لقيت ده كله ورا بعضه كده وانا مش ملاحقه تنظيف، طب نام لي ليه؟ طب كذا ليه؟ طب كذا ليه؟ عارفين نفسيتي تعبت خلاص. بقيت كل حاجه مهما تنضفي وتعملي برضو البيت بيتبهدل، حاجات مش طبيعيه فيه. فجاي زي احباط كده، بس برضو اتعافيت وقمت وحاولت ورجعت تاني نظفت بيتي. لان ده طبع في الواحد، النظافه دي طبع. ممكن يجيلك احباط شويه، ممكن تزهقي، ممكن يعني الواحد نفسه تسد، بس طبع فيكي ما تقدريش شويه وتستحملي والدنيا مكركبه كده. المهم ايه السبب في ده كله يا بنات؟ ان في ناس حاطه عينيها عليا ومدخله نفسها في حياتي من غير اي سبب كده ومن غير اي داعي. انا خرجت كل يعني ناس كتير قوي خرجتها من حياتي. حياتي بقت خلاص مقفوله على جوزي واولادي واخواتي. يعني انا بابا وماما متوفيين. ما بتكلمش مع حد، ما بتواصلش مع حد، بس طبعا القناه مخليه ناس كتير قوي عارفه عني كل حاجه، والكلام بيجيلي وبيوصلني. يعني في ناس شاغله بالها قوي انا بقبض من القناه، انا مش بقبض وبقبض قد ايه. وفي ناس لما عرفت ان احنا ما بنقبضش من القناه ويقولوا الكلام ده لجوزي، والله العظيم لجوزي. طب انتوا فاتحينها ليه؟ وجع قلب ومصاريف كتير وبتصرفوا كتير طب ما تقفلوها. فاتحينها ليه؟ طب انتوا شاغلين بالكم ليه؟ انتوا شاغلين بالكم ليه وزعلانين ليه؟ انا اقسم بالله ما قبضت من القناه جنيه لغايه دلوقتي، وبصرف عليها كتير. فعلا بصرف عليها. ليه؟ لان اوقات كتير كانت القناه هتسرق مني، اوقات كتير بيحصل تعطيل في القناه، بدفع فلوس لناس ومهندسين عشان يصلحوا لي العيوب اللي بتحصل او المشاكل اللي بتحصل في القناه. التصوير نفسه بيكلف يا بنات، غير ما تكوني هتمشي بيتك وتمشي نفسك كده. بس ده كله على قلبي زي العسل، ودي حاجه انا حباها ومش بعملها عشان انا مستنيه فلوس. انا اقسم بالله العظيم، والناس اللي متابعيني وعارفين القناه من الاول، لما فتحت القناه انا ما كنتش عارفه ان في فلوس وفي قبض لما جات لي الفكره يعني. بس لما بسال افتح القناه ازاي، قالوا لي لازم تفتحي حساب في البنك عشان لما يجيلك القبض بتاعك، ففهمت ان في قبض. انما كانت في النيه ان انا اكون قناه تعليميه افيد الناس، عندي معلومات اقدر افيدك بيها. هوايتي المطبخ، انا روحي وحياتي كلها المطبخ. بيتي اهم حاجه عندي في حياتي. يعني انا مثلا لو حد زعلني بكلمه مش بيفرق معايا، ما بزعلش. ليه؟ لان بعرف اخد حقي وبعرف ارد كويس. فالزعل بيبقى وقتي، فاهماني؟ خد وقته وخلاص راح لحاله وما بفكرش في الموضوع تاني. انما جيت لقيت مطبخي مكركب، حياتي بيتي مش نظيف، ده بقى يتعب نفسيتي، يدمرني نفسيا. يعني انا بتاثر نفسيا بنظافه بيتي. تمام. فهوايتي وعايزه اقدم رساله، عايزه ناس كتير تستفاد معايا. المهم يا بنات خلصنا الغدا بتاعنا اهو زي ما انتوا شفتوا. احلى شويه رز بشعريه وصينيه بطاطس كده تحفه يا بنات. عايزه اقول لكم ما شاء الله، اسهل واسرع اكله، واكله طعمه في نفس الوقت، وما كلفتش اي حاجه، كلها من البيت كده. والحمد لله التقسيمات اللي بنعملها اول الشهر يا بنات بتفرق جدا معانا وتوفر معانا كتير. اتغدينا بقى بألف هنا وشفا، وهنخرج بره بقى على الصاله نروق الصاله يا بنات. انا النهارده لازم اقفل الشقه كلها باذن الله عشان بكره هعمل المطبخ، وبعدين نفرش بقى الفرش النهائي للشقه كلها. لميت بقى الكراسي كلها اللي هي في الصاله والكراسي بتاعت البلكونه وكل الكلام ده كله هدخله على الحمام عشان نغسله، وابدا بقى ان انا انفض الصاله كلها، وهتشوفوها بقى معايا وتعالوا نكمل كلامنا. فالمهم يا بنات انا مش فاتحه القناه عشان مستنيه منها فلوس، بس طبعا يعني لو ربنا اراد ووسع رزقي كده وربنا اكرمني وبقى ليا دخل منها، الواحد ما يكرهش، يعني خير وبركه من عند ربنا يعني، فاهميني؟ انما انا حاليا مش ده هدفي الاساسي. فلما يجي حد يقول لك انت فاتحه القناه ليه طالما ما قبضتيش منها، لا فاتحاها ليه؟ طب انا صاحبه الشأن ومش فارق معايا، جوزي نفسه مش فارق معاه، شايف ان دي هوايه عندي، شايف ان في ناس كتير بتستفاد، ناس كتير بتكلمه وتقول له قناه ام سناء جميله جدا، يعني مفيده جدا، متعلم منها كتير. طبعا دي حاجه بتفرحه. صاحب الشأن نفسه هو مش مستني فلوس ولا عايز فلوس، وبالعكس هو بيجيب لي حاجات للبيت وحاجات تنفع معايا. يعني العجان اللي جابهولي والهاند بلندر والحاجات دي علشان تساعدك في الشغل. هو عارف ان انا عندي رساله اقدر اديها. انا نفسي مش فارق معايا حاجه. تمام. القناه دي بنات خرجتني من حاجات كتير قوي، انا مريت بحاجات صعبه جدا في حياتي. زعل على اهلي، يعني اغلى ناس راحوا عندي وراحوا بمرض صعب، فده كان مدمر نفسيتي. كان عندي زي حاله نفسيه كده، مش عايزه اتكلم مع حد، مش عايزه اتعامل مع حد. القناه خرجتني من كل الكلام ده كله، فهو عارف قد ايه قناه فارقه معايا. فما تجيش بقى انت كشخص تقول له انت فاتح القناه دي ليه وفاتحينها ليه طالما ما تقبضوش منها. انت ايه اللي مزعلك؟ انت مالك؟ احنا يعني اصحاب الشأن مقتنعين والدنيا ماشيه الحمد لله. وبعدين قبضت ما قبضتش محدش لحاجه عندي، لا انت هتاخد مني ولا انت هتديني.
تمام. فيجي واحده صاحبتي تقول لي ايه انت، ده انت عندك السكر، انت بتجيبي الصحه دي منين وتقعدي تروقي وتنفضي ايه ده ايه ده؟ هو واحد تقول لي انت بتجيبي الفلوس دي منين، انت ازاي بتجهزي عيالك وازاي مش عارف ايه. فناس داخلين حياتك وداخلين القناه يتفرجوا مش عشان يستفادوا، عشان يعرفوا انت حياتك ماشيه ازاي، عشان يقعدوا يتكلموا ويعلقوا على كل حاجه بتعمليها ويستكتروا كل حاجه عليكي. فانا عايزاكي تاخدي من الموقف اللي انا مريت بيه ده كده مثل وتطبقيه في حياتك. ما تدخليش حد في حياتك. انا اكبر غلطه عملتها ان انا عرفت كل اللي حواليا ان انا فاتحه قناه. القناه دي شغل، المفروض كانت تبقى المعارف ما يعرفوهاش، الناس المعارف ما يعرفوهاش، اقرب الناس بس ليك اللي يعرفوها، لان في ناس في لو 2 بيحبوا 10 بيكرهوا. تمام. فانتي داري على شمعتك تقيل، ما تعرفيش حد حاجه عن حياتك. انا مش بقى كده الناس دي مأثره عليا في حياتي يعني، لا انا الحمد لله زي ما قلت لك، على قد ما انا قعدت 3 4 ايام تعبانه ونفسي تعبانه عشان الحشرات واللي حصل في بيتي، الحمد لله قمت اقوى من الاول. زي ما قلت لكم يا بنات، الضربه اللي متموتش بتقوي. انا قمت قلبت البيت كله، والله العظيم يا بنات قلبت البيت كله ما خليت حته. طبعا ده كله حلو، نشاط وطاقه. حلو ان الواحد يخرج من اللي هو فيه، وما تستنيش ان حد يطلعك من اللي انت فيه، لا اطلعي بنفسك. هتلاقي مثلا عندك اللي اخوات جوزك بيضايقوكي مثلا، عندك ممكن اخت، والله العظيم يعني في واحده قالت لي ان اختها بتضايقها وبتسيطر عليها حياتها. جاره رخمه مثلا بتضايقك وبتسيطر عليكي حياتك. انت اقوى من الناس دي كلها، اقوى من كل اللي حواليكي. اتعافي بنفسك وقومي في بيتك ومصلحه بيتك واولادك وجوزك، واهتمي بنفسك واهتمي ببيتك، وارمي كل الكلام ده كله ورا ظهرك. كده الفيديو بتاعنا يا بنات النهارده كده خلص. خلاص خلصنا الصاله، وكنا خلاص بقت حوالي الساعه 7 بالليل بقى. كده واقفين على الفرش، بس ما شاء الله اللهم بارك الشقه زي الفل، وريحه النظافه كده ما اقولكوش بقى. انا بمسح الارضيات يا بنات بديتول بريحه اللافندر، تحفه يا بنات. يعني هات الديتول اللي هو السايب ده، الكيس ب 12 جنيه، كيلو ب 12 جنيه يعني. تحفه، وبتفضل ريحته يعني سايبه اثر كبير في المكان كده، وريحته جميله جدا. وكده الفيديو بتاعنا خلص يا بنات، ويومنا خلص النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا وتشجعتوا معايا كده. ولو عجبك الفيديو واستفدتي معايا، ما تنسيش بقى اللايك وكومنت حلو منك كده، وتشيري الفيديو لاصحابك وحبايبك. ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.